بص بصراحة أنا كنت من زمان جدا عاوز أتكلم عن عبلة كامل، ودلوقتي عاوز أتكلم عن بلطية العايمة. فكرت فقلت طب ما هو في عامل مشترك اللي هو عبلة كامل، طب ما حلو ده. والله صح. قولي لا، في لهم بقى كده. حلول، في حلول كويسة جدا. أصل بص، ما هو اللي يعمل دور زي بلطية العايمة ده يعمل أي حاجة. إحنا خلاص يا معلم وصلنا للماكس ليفل. ست غريبة جدا بتعشق البحر. يعني عندك مثلا لما حياتها كانت هتضيع، لا حرفيا كانت هتروح ورا الشمس. دي اقتحمت موكب المحافظ. أنت متخيل؟ الجهات الأمنية فكروها داخلة تنهي حياته، هي كانت رايحة للمحافظ تقول له يشوف لها حل في موضوع بيتها اللي هيغرق من ميه البحر ده. شوف غلبانه قد ايه، وفاكره ان الموضوع سهل للدرجه دي. تخيل بقى انها هتروح لمين لما تاخد براءه بعد ما كانت هتروح في داهيه. ولادها وامها وبناتها وكده، اهلها يعني. انت بتهزر ولا ايه؟ لا طبعا هتنزل البحر عادي جدا. بعدين بقى نشوف حوار اهلي ده، بعت لهم على الواتس ولا حاجه بديهيه يعني. يا جدعان اصل ازاي يعني لما تحصل لك مصيبه ما بتنزلش البحر؟ ها ازاي؟ لا خالص، الموضوع اكبر من كده بكتير. الست دي مرتبطه بالبحر زياده. طب اقول لك، هي اللي سمت اختها. عارف سمتها ايه؟ طب جس كده. حبيبي الله يرحمه. سمت اختها موجة. انت متخيل يا اسطى؟ باشا احنا سقطنا حاجه مهمه جدا اسمها بلطيه. الست دي غريبه جدا، ما تعرفش الست دي دماغها فيها ايه ولا مبادئها صح ولا لا. عندها استعداد تفضح اختها في فرحها وتوري المعازيم صور اختها مع خطيبها القديم. علشان ايه بقى؟ علشان ما تتجوزش تاجر الحاجات اللي انت فاهمها. انا افضح اختي لكن تتجوز تاجر لا يا حبيبي. بدأت لما فرجت يا بلطية. بص الراجل باصص للعريس ازاي لما شاف الصور. يلا يا ابن الله. هي عملت حاجه غلط جدا علشان ما تحصلش حاجه غلط برضو. شوف بص الحاجتين غلط. بس انت بقى هتروح في صف مين؟ بلطيه طبعا. عمرك ما هتقف في صف غير صفها او تدافع عن حد غيرها، وده بسبب دافع نفسي فينا كلنا بدون استثناء، وده اللي ان شاء الله هنشرحه بعد ما اثبت لك نظريتي. الست دي عندها مبادئ مش عند اي حد. لو هتسالني سؤال وتقول لي المبادئ دي صح ولا غلط، فهقول لك انا هرمي لك كل اوراقها وانت اللي تقرر بنفسك. عندك مثلا قصه كده هحكيها لك. بلطيه عندها عربيه رز بلبن قشطه. العربيه دي بقى عندها زباين من زمان جدا، والناس كلها بتحب العربيه بتاعتها. لا والزباين عندها ناس لويال جدا، اوفياء ومخلصين من الدرجه الاولى. فلما جه حد في الاصل تاجر عجوه فتح محل ايس كريم قدامها، محل متكلف بقى وجديد وتراخيص تمام واوراقه كلها فل، ما كانش في حد بيعدي حتى يشتمه ويطلع يجري. مقابل ده على الناحيه التانيه من البحر، بلطيه ما شاء الله الزباين عندها لو دخلوا خناقه يكسروا الدنيا، حتى لو كان الخصم عم خفاجه. عمرو دياب يا اخ. فطبعا الراجل ما عجبوش الكلام ده، وراح اخد الواد اللي شغال عنده يقول انه جاله تسمم بعد ما اكل من عند بلطيه. طبعا ما تقلقش خالص على بلطيه، يعني كده كده هتعرف تسلك في الحوار وتاكل بعقل الظابط حلاوه. لا وكمان تاخده تحت دراعها وتاكله من الرز بلبن بتاعها، ويتكلموا مع بعض في تفاصيل دنيويه ما بتتحكاش غير للقرايب. وعادي جدا الظابط كان مرتاح في الكلام معاها. الموضوع وصل لانها بتقترح عليه اجر شقته المركونه مصيف، وهو اولى بفلوس الكام شهر اللي هيجوا من الشقه. والله فكرة افكر فيها. بص هو المره دي عدت، بس للاسف تاني مره ما عدتش واتقبض عليها والعربيه اتاخدت منها بشكل نهائي. طبعا الدنيا ضاقت جدا ببلطيه، وحاولت تشتغل جميع الشغلانات وما نفعتش في ولا واحده، لحد ما ضاقت بيها الدنيا على الاخر، لدرجه انها معهاش حتى فلوس تجيب لعيالها اكل، وبتنزل تصطاد علشان تاكلهم. ايوه هو ده الفريم اللي انا عايزه. هي دي اللحظه اللي انا بدور عليها، لحظه لما تاجر العجوه، وركز معايا في حته تاجر العجوه دي، لما تاجر العجوه حس بالذنب وراح يعرض عليها انها تشتغل عنده في المحل. طبعا بلطيه وافقت وحست ان الدنيا فتحت لها دراعاتها مره تانية، ونزلت بالفعل تشتغل عنده، والزباين بقوا عندها زي الرز ما شاء الله. وسط كل الكعبله دي موجه راحت لها المحل وقالت لها ان قاهر اتحبس. هنيجي للقطه حبس قاهر دي في الاخر علشان هنحتاجها برضو في حاجه تانية مهمه جدا. طبعا تاجر السيكو سيكو شاف موجه والبت لمعت في عينه. بين كل ده بقى حصل مشاكل كبيره بين قاهر وموجه وسابوا بعض. هنا بقى يجي دور مين بالظبط؟ يجي دور تاجر العجوه. خدت بالك اللفه عامله ازاي؟ بالفعل بيروح وبيطلب ايد موجه من بلطيه، وهنا بلطيه بترفض تماما. ولما جوده التاجر ده بيسالها عن سبب رفضها، بتقول له انها مش مستعده تناسب تاجر عجوه. تاجر عجوه خدت بالك؟ هو تمام وكل حاجه، بس انت ما خطرش في بالك سؤال؟ خلاص يا عم هساله انا وامري لله. انا كان في دماغي سؤال كنت فاكر كالعاده اني مش هلاقي له اجابه. طالما انت مش موافقه انك تناسبي تاجر عجوه، شغاله عنده ليه؟ لحد ما لقيت المعلم جوده بنفسه بيسالها نفس السؤال. هنا بقى انا دخلت في وضع القبه. هترد تقول له ايه؟ ده انا مستني الاجابه. وانا بيني وبينك كنت فاكر انها في الاغلب مش هترد عليه او مش هتلاقي اجابه، لحد ما لقيتها بتبدا تتكلم وبتقول أني ما بنشتغلش عند تاجر مخدرات، أني بنشتغل عند تاجر مخدرات.
فاتح محل حمص وبليله. احنا من على الوش كده شايفين ان كلامها صح وشايفين كلامها منطقي 100%، بس لو هنيجي نتعمق شويه في الاجابه بتاعتها هنلاقي انها اجابه ساذجه وسطحيه جدا، وانا متاكد انك عمرك ما تعمقت في اجابتها ولا فكرت في مره حتى انها ممكن تكون غلطانه. هي قطشه الاصول من فوق الوش. عارف انت لما تروح عند عربيه فول وتشوف الراجل مروق عليها ومظبطها من فوق الوش، طماطم وخيار وفلفل وطحينه وزيت وبص حاجه اخر دلع، هي بقى خدت اللي على الوش ده بس كحتته الحاجات البديهيه، يعني ما غرفتش ودخلت في اعماق قدره الفول، لا هي شايفه انها مش شغاله عند واحد بيبيع عجوه، هي شغاله مع واحد بيبيع عجوه عنده محل بليله. لما نيجي نتعمق اكتر بقى هنلاقي ان طب ما هو البليله دي جت منين؟ من العجوه، يعني فلوسها من الاول حرام، وما بني على باطل فهو باطل. فلوسها اللي بتاخدها من الراجل دي تبقى حلال في حاله واحده بس، انها ما تعرفش ان هو في الاصل باني المحل ده من فلوس حرام، فهنا الفلوس اللي بتاخدها من الراجل ده تبقى حلال 100%. لكن طالما اهو انت عارفه ان هو تاجر حاجات من اللي هي تشتغلي عنده، فمعنى كده ان فلوسك حرام، وده منطقي جدا. فالمبدأ نفسه من جواه في باطن المبدأ كده في حاجه غلط، بس لا هي شايفه انها كده صح. انت بقى عمرك شكيت في كلامها؟ مستحيل. ليه؟ هو ده بقى الدافع النفسي اللي بيخليك تدافع عنها بسبب اللي كلمتك عنه في اول الحلقه. ركز معايا ركز معايا. ايه الدافع النفسي ده بقى؟ انها شبهنا. يعني بالله عليك تستبعد شخصيه بلطيه دي عن شخصيه الحاجه، تحسها مننا كده، فيها من امي وامك ومن كل ام مصريه بتتعب علشان ولادها. مفيش رب بيت، مفيش مشكله، هتنزل كل يوم من النجمه علشان تروح تشتغل علشان ما تخليش عيالها واختها محتاجين اي حاجه. وبلطيه دي لو حبتك يا ديني هتشوف عز، هتشوف كميه دلع يعني ما حصلتش. نفسك في صينيه بطاطس وهي معهاش فلوس، هتتصرف هي كده كده هتعملها لك بالجوافه، هتتصرف هي. النوبه الجايه بقى تقوم بعمليها بالبطيخ. هتجيب لك كوتشي ب 20 جنيه، شوف 20 جنيه على قد حالها، بس هتعمل لك حفله وتغني لك، وكمان هتغني لك اغنيه كاتشي وتلف بيك اسكندريه كلها على كوتشي ب 20 جنيه. مبروك عليك الكوتشي، مبروك مبروك، احمد ربنا ما اتلبستش، مبروك. هي ماديا 20 30%، معنويا بنكمل بقى بال70 وال80. برضه ما حسيتهاش مننا. طب احكي لك حاجه تاني، معهاش فلوس خالص بقى ومفيش اكل في البيت، عادي برضه هتنادي على عم سيد تاخد منه الشبك وتصطاد لكم احلى شويه سمك هتاكلوه النهارده. ويا سلام بقى يا سلام بقى لو كنت جوزها، سافرت ما رجعتش ومحدش يعرف عنك حاجه، مش مهم، هي كده كده هتصونك في غيابك حتى لو طال سنين. ولو جات لها فرصه انها تتجوز وتتستت في بيت جوزها، ولا هتتعب ولا هتشقى تاني، هترفض ده علشانك وعلشان عيالك. البيت بتاعها هيكون خلاص على وشك الغرق، ورجال اعمال الدنيا كلها عارضين عليها مئات الالاف، ودي تعتبر اضعاف النسب اللي واخدينها الناس اللي باعوا حواليها. هترفض برضه. ليه؟ علشان دي امانه ما ينفعش تبيعها، وعلشان هي طيبه وعلى نيتها ربنا دايما بيقف معاها. زي مثلا لو تفتكر المره اللي كانت هتتسجن فيها بسبب لما المعلم جوده بلغ عنها علشان معهاش تراخيص، كان في فوتوغرافر كده بيصور على البحر صور وبيعرضها قدام الناس وبياخد عليها فلوس، اخد بسبب الصور اللي هو صورها لها فلوس كتير، فوقف معاها ودفع لها الكفاله وحاجات كتير زي دي. طب لو كرهتك، يا نهار ازرق، دي ايامك هتبقى اسود من خروبه واخده تاني. لو كرهتك هتخلي الناس كلها تكرهك، بس ما تقلقش، يعني دايما بيكون عندها اسباب. يعني لو عملت معاك حاجه تتاكد مليون في الميه ان انت تستاهلها. وبالمناسبه يعني ما انصحكش تخليها تكرهك، علشان كل الناس دول في صفها ومستعدين يدافعوا عنها برقبتهم. بين شطين الحب والكره في جزيره كده بينهم. لما تكون بتحبك بس مش عاجبها تصرفاتك وحياتك، زي قاهر مثلا، هي كانت بتحبه جدا على فكره وعارفه انه بيحب اختها وهيصونها، وكانت عذراه علشان عارفه ان ظروف البلد مش قد كده في الشغل، بس كانت بتتضايق جدا من تصرفاته لانه دايما بيختار الطريق السهل وبيمشي فيه. وهحكي لك قصه تثبت اللي انا بقوله ده. في وقت من الاوقات اللي بلطيه كانت شغاله فيها عند المعلم جوده، قاهر كان شغال في حديقه اطفال، والشيطان لعب في دماغه وخلاه يسرق لعب اطفال، وطبعا الحكومه بطريقه ما مسكته. فلما موجه عرفت راحت عند بلطيه علشان تقول لها. بلطيه اخدت الخبر على مرتين. المره الاولى موجه قالت لها انه اتقبض عليه، فجه في دماغها انه اقصى حاجه ممكن تكون حصلت له ايه، هتاخد تحرك، ماشي هات شويه وهتطلع، فما خدتش اكشن قوي. بس لما موجه قالت لها انه اتاخد في قضيه سرقه، طلعت تجري تلحقه. فشويه الحب اللي في قلبها ليه ما كانتش كبيره كفايه انها تجري عليه لما حست انها ممكن تكون حاجه تافهه، لكن لما عرفت ان الموضوع كبير طلعت تجري تشوف ماله، لانها مهما كان بتحبه وخايفه عليه حتى لو مش بتبين له ده، ومش بتبين له ده علشان تصرفاته العبيطه. زي انه في مره اخد موجه علشان يشغلها ترقص في الحفلات او حاجه زي كده، وفي مره تانية كان بيحاول يقنع موجه انها ترفع قضيه على اختها بلطيه علشان تبيع البيت. ودي بالمناسبه كانت سبب المشكله الكبيره اللي حصلت بين موجه وقاهر اللي قلت لك عليها قبل كده. في وسط ما هي شايله هم الدنيا كلها فوق دماغها ومش عارفه هتجيب فلوس منين بعد ما حياتها حرفيا كلها باظت، ومش عارفه هتاكل كوم اللحم اللي في البيت ده ازاي، جات لها طفله غلبانه بتستعطفها وبتطلب منها فلوس علشان تاكل. وشوف بقى بلطيه برضو ادت لها فلوس ما بخلتش عليها. رجال الاعمال وقفوا كلهم قصادها ووصل بيهم الحال انهم يهدوا بيتها. ما فيش مشكله، هنعيط وننزل بالدمعتين ونشغل شويه ميوزك حزينه ونتمرمغ في تراب البيت وكل الحزن ده، بس بعدها هناخد ما تبقى من البيت ونروح نعيش في مكان تاني عادي جدا وعلى البحر
اكتر كمان. اصل بص انا ما فيش حاجه تعكر مزاجي. بنحب بلطيه ليه بقى؟ اولا علشان عبله كامل، ثانيا علشان هي بلطيه بكل اللي حكيته لك ده، وبس كده. لو عجبتك السلسله دي ما تنساش تكتب لي في الكومنتات، وشكرا ليك جدا لو بتتفرج لحد هنا.